السلام عليكم يا بنات. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم جيت لكم بهذا الفيديو جديد مع هاد البنت هادي كانت دارت ترطيبه في العيد الكبير، وجات اليوم صوبت لها الترطيبه البنات، يعني 6 شهور تقريبا قد. المهم الترطيبه تقريبا بقات لاصقه غير شويه الفوق، ومبقاتش ليها في الزغبه، واللي غاسين طلعوا لها. المهم جات باش تعاودها، قالت لي راه ما طاح ليا ما حتى شي حاجه، قالت لي شعري بقى ليا مزيان، دوك جيت نعاودها. وهنا البنات راني رطبتها، درتها ليها في الاول كيف ما العاده، كيف ما تنقول لكم. المره الاولى خليتها ساعه لاروب، درتها لها في شعرها وخليتها ساعه لاروب. من بعد ساعه لاروب بديت جبدتها لها مزيان كيف ما كتشوفوا دابا الشعير كامل بهذه الطريقه هذه. هنا وصلت لها القدام. اللي ما تعرفش يصاوب الترطيبه في الدار بوحدو بهذه الطريقه من القدام، يشوف هذا الفيديو راه غادي ان شاء الله يتعلم يصايبها. المهم البنات حاولوا ما توصلوش للي غاسين في الاول، ما في الاخر ملي كنبدا نجبد راه ضروري كتوصل لي اللي غاسين. صافي على حسب المده، انا شحال طولت في الكليانه مع شعر قوي، طولت فيها راه كنخليها غير 10 دقائق. شفت راسي دغيا ساليت ليها ما كاملاش غير ساعه، كنخليها ثاني واحد ثلث ساعه ولا ربع ساعه ولا هكا، عاد كنغسلها لها. صافي البنات، المهم بالنسبه لهاد صاحبه الكومونتير هادي قالت لك الصراحه كتفضل الترطيبه على البروتين، حتى بواحد المنتوج بحال طبيعي وهكا. فعلا عندها الحق، ولكن حتى البروتين تا هو راه زوين غير المهم بزاف الناس ما كيشكروش، وبزاف الناس عاوتاني كيشكروه، وبزاف الناس ما كيشكروش الترطيبه، وبزاف الناس كيشكروا الترطيبه. واحد البنت البارح حتى هي رطبت لها شعرها تبارك الله، دابا رطبت لها غير في شهر 9 وقالت لك والو تعاوديها ليا. والله البنات اللي شعرها مصبوغ تبارك الله، ولكن راه خرج ليها رطب 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 مسبسب. ما نعاودش لكم كيخرج لها بلا تصايب بلا شوشوار بلا والو. والله العظيم البنات كنعاود لكم الصراحه وربي شاهد عليا. المهم بالنسبه للبنات اللي كيسولوني واش نخلط معاها الزيت ولا لا، بغيتي تخلطي مع الزيت كان شعرك ناشف بزاف خلطي، ولا جغزغي شعرك بالزيت مزيان وعاد بداي ترطبي بها هي. ولا ما عندكش الزيت تقدري ديري السيروم، حتى السيروم البنات الا كان شي سيروم زوين عندكم بغيتو تخلطوه مع الترطيبه، ولا تعمروا شعركم بالبروتين تاع بالسيروم عاد ديروا الترطيبه غير ديروها. انا بتجربتي هذه ملي كندير السيروم مع الترطيبه، ولا كان نفزق الشعر بالسيروم عاد كندير الترطيبه كيزيد يخرج مزيان. بالنسبه للعيالات اللي حاملات حتى هما يلا عندكم من فوق 6 شهور تقدروا ديروها، لا كنتو قل ما ديروهاش. و... وهذا مكان البنات بزاف البنات كيخليو لي التعاليق، بزاف الاسئله ما كنكونش مساليه باش نجاوب. نتمنى البنات كاع اللي كيسولوني على شي اسئله وجاوبتو هنا يكون سمعها. بالنسبه للشامبان البنات ما كنديرش انا الشامبان المره الاولى. شوفوا البنات هاد البليصه عندها هادي قصيره، اضطريت نديرها بحال هكا باش كضحاكيه باش تخرج ليها مزيان، باش كلشي يخرج ماشي غير الفوق، باش ما يبقاش هذاك هو داير هكا مجموع. هنا البنات راه هذا الفيكساتور غسلت لها شعرها من الترطيبه مزيان البنات، وعاد باش درت لها عاد باش درت لها الفيكساتور. هو هذا الفيكساتور ما شاركتوش معكم، انا خليتها 15 دقيقه في داك الفيكساتور باش ما خليت الفيكساتور في الشعر كيثبت الترطيبه، هو المثبت، يعني كيفيكس الترطيبه كتبقى مفيكسيه في الزغبه. شوفوا دابا زغبتها، تخيلوا الزغبه الاولى اللي وريتكم في الاول واش كون فزقتها بالماء واش غتعطي هذه النتيجه هذه؟ ما يمكنش تعطي هذه النتيجه. دابا هي الترطيبه باش زوينه بالنسبه للشعر ملي كتولي تغسليه هو هابط حتى مولاتو راه كترتاح البنات. واش فهمتوني؟ والله البنات حتى الترطيبه راه كتلعب دور، واخا ما كتخرجش من الاول مسبسبه بحال الكيراتين البروتين، ولكن راها كتساعد. ولكن الناس راه عجباتهم علاش كيجيو يديروها عندي بزاف، واللي شحال من وحده عاوداتها وعاوداتها عندي. والله العظيم البنات ما عليناش. شوفوا الزغبه كتبان بريو زوينه. دابا غادي نعصر ليها وغادي ندير لها ديميلور اللي هو ويلا اللي كيجي مع البواطه ديال الترطيبه. وغنشري لها في البلاصه باش ما تبقاش الريحه وكلشي. وهذا مكان البنات. بالنسبه للشامبان البنات كما قلت لكم ما كنديروش دابا، قلت لها حتى الغسله الجايه وديري الشامبان. المهم انا النهار الاول ما تنديرش الشامبان،
غير باش ما ينشفش ليا الزغبه وصافي. انا هذه طريقتي، ما كنبغيش ندير شامبان حتى المره الاخرى باش الشعر كيزيد يخرج زوين بزاف. صافي وكنزيد نعاونو بشويه. ملي كنسالي كنصايبو بالبروشين واحد شويه. هي قلت لها واش بغيتي تصايبيه ولا لا، قالت لي لا غير صايبيه ليا. اما كاين بعض الكليان ما كيصايبش الشعر وكيغسلو عندي، كنشفو ليه غير بالشوشور كيمشي. بحال الكليان اللي صاوبتها البارح كتقول لي انا ما تنبغيش نقيس شعري بالشوشور ملي كنرطبو. عرفتوها خرج لها مسب واعره البنات، والله العظيم لا واعر. وهي الترطيبه باش مزيان غسلوها مزيان، وما تغسلوش بالماء بارد، بالماء دافي البنات. كيف ما تنقول لكم الماء دافي، ما يكونش دافي ثاني تقريبا للبروده، وما يكونش ثاني سخون بزاف تفات القياس. يعني يكون سخون عادي، سخونيته زوينه باش كتخلي الزغبه شويه ميدمه وما كتنشفهاش. الماء بارد. الا مشيتي ترطبتي ودرتي الماء بارد بحال كبيتي الماء في الرمله. ايوا هانتوما كتشوفوا انا دوشت ليها كامله. المهم مرحبا بكم كاملين، واللي عندها شي سؤال تسول مرحبا، واللي وصلت النوبه وجاوبتها مرحبا، واللي ما جاوبتهاش تعذرني مره اخرى ونجاوبها ان شاء الله. المهم انتم كتشوفوا البنات الشعر كيف ما قلت لكم كيفاش خرج زوين بزاف بزاف. والله البنات اللي خرج لها واعر هي مع عوداتها زوينه. الترطيبه ملي كتعاود الا كان الشعر ما طاح ما تقرض زوينه تعاودها. شوفوا هنا كيفاش كيبان، كيفاش الزغبه بانت هنا. والله البنات نشفت ولا ضربت بحال تقول ضربت غير شويه كيكشو شوار، ماشي زعما بقيت كنصايب فيه باش يخرج. ضربته غير شويه تبارك الله الزغبه حيات وخرجت البريو وزوينه بزاف ومولات الترطيبه. الا شافت هذا الفيديو نتمنى تخلي لي تعليق وتقول لي الصراحه واش شعرها خرج زوين ولا لا. وحيت لي بوانت البنات ضروري كنحيد لي بوانت باش الشعر يبان حي وزوين. صراحه الترطيبه البنات كتحيي الزغبه. والله شوف كتبان الزغبه واعره واعره والله. وحتى هي غادي ترتاح وغادي تولي تمشطو كما بغات. المهم مرحبا بكم كاملين البنات.